تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهه سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا. في البدايه ده التشكيل اللي كولر متوقع يلعب بيه، وفي البدايه عايز اقول ان لو ما ريحتش لاعب بحجم محمد هاني وهو مش في افضل مستوى ليه، لو ما ريحتش لاعب وهو مرهق بشكل بدني كبير جدا ومن ضغط المباريات سواء مع المنتخب او مع الاهلي، امتى هريح اللاعب ده؟ لو ما ريحتوش في التوقيت ده. لكن اتوقع ان كولر هيبدا بيه بشكل اساسي. تشكيل المتوقع في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، وان كنت انا بفضل اكرم توفيق او كريم فؤاد على حساب محمد هاني اللي مش قادر فعلا يشيل رجله في الملعب، لكن اتوقع ان هو هيبدا بمحمد هاني. كولر ما بيغيرش كتير في المنطقه دي. في مركز قلبين الدفاع رامي ربيعه مع محمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول. اتوقع في نص الملعب هيلعب بمروان عطيه مع عمرو السولية ناحيه اليمين واحمد نبيل كوكا ناحيه الشمال في مركز رقم 8. وفي الجناح اليمين اتوقع ان هو هيدي بيرسي تاو، وان كنت انا افضل حسين الشحات، وده لاسباب كتير جدا. اولها ان بيرسي تاو مش في مستوى اللي احنا عارفينه عن بيرسي تاو. ثانيا ان حسين الشحات بيقدر يجيد في المركز ده. ثالثا علشان ادي مساحه لرضا سليم ان هو يلعب اساسي مع الاهلي في مركز الجناح الشمال. اتوقع ان هو يبدا ببيرسي تاو على الجناح اليمين، وممكن يبدا برضا سليم على حساب حسين الشحات في مركز الجناح الشمال. ودي حاجه انا موافق عليها جدا ومقتنع بيها ان رضا سليم يستحق ان هو يلعب اساسي، حتى لو هتقعد حسين الشحات لفتره دكه او لمباراه دكه تستحق، او رضا سليم يستحق ان هو يلعب اساسي على حساب حسين الشحات خاصه في المرحله دي. في مركز راس الحربه اتوقع ان هو يبدا بالشيخ مودست، وان كنت انا بفضل كهربا، وزي ما قلت اتمنى ان اللي ياخد الفرصه يكون كهربا. واحد خلاص عارفين ان هو اخره معانا الموسم ده لو كمله، اللي هو مودست مش هيكمل بعد كده. فمودست يعني مش هو اولى انه ياخد الفرصه عن كهربا. لازم كهربا اللي ياخد فرصه. كهربا شالنا كتير، كهربا محتاج ياخد فرصه، خاصه ان وسام ابو علي مش موجود. فكون وسام مش موجود لازم يكون تفكيرنا الاول في كهربا يلعب اساسي على حساب مودست. ومودست فرصته تكون الثالثه، لان انت كده كده مش هتلعب اللاعب ده الموسم الجاي. انت محتاج تقيم كهربا تشوفه بعد وسام ابو علي هيكون راس حربه النادي الاهلي ولا لا. ده التشكيل المتوقع. وان كنت انا زي ما قلت بختلف مع كولر في ان انا لازم ادي لاكرم توفيق واريح محمد هاني. امتى هريح محمد هاني؟ لو ما ريحتوش وهو مستواه سيء. مش فرض علينا محمد هاني يلعب اساسي وهو مستواه حلو وهو مستواه مش حلو. وكمان محتاج ان انا اريح بيرسي تاو، واقول للبيرسي تاو ان المكان مش محجوز ليك الجناح الشمال. عندنا حسين الشحات بيقدر يلعب في المكان ده. عندنا ممكن نجيب كريستو لو احنا محتاجين نخلي فيه عندنا منافسه. كريستو يقدر يلعب في مركز الجناح الشمال او الجناح اليمين. ومن الناحيه الثانيه هخلي البديل الاول لرضا سليم في مركز الجناح اليمين هو احمد عبد القادر، اللي محتاج ياخد فرصه. احمد عبد القادر وامكانيات احمد عبد القادر لازم يلعب وياخد فرصه. خلاص ما دام كولر رضا عنه يبقى لازم يكون موجود التفكير الثاني في مركز الجناح الشمال بعد رضا سليم، وحسين الشحات يكون الاساسي في مركز الجناح اليمين. ده التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه سيمبا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده، لو لسه اول مره بتشوف قناتي تشترك في القناه، فعل الجرس وسيب له كومنت للفيديو، وان شاء الله اوصل لك كل جديد.